السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. أول طريقة إن أنا أكتب اللون بتاعي باسمه، ولكن إنك تكتب اللون بتاعك باسمه ده معناه إنك حرمت نفسك من إنك تختار درجات كتير أوي للون. كل لون عندي من الألوان في منه 255 درجة. لما بتكتب اللون باسمه انت بتختار درجة واحدة بس من اللون، وفي 254 درجة انت ضيعتهم من ايدك، ممكن يبقى شكلهم افضل في الموقع بتاعك. طب وانا ازاي اقدر ان انا اختار بقى ال 255 درجة دول؟ طيب اولا لازم تبقى عارف ان الالوان الطبيعية بتاعتي او الالوان الاساسية بتاعتي اللي منها اقدر من تركيبتها اقدر اعمل اي لون تاني، عندي 3 الوان اساسية. الالوان الاساسية دول هم الريد والجرين والبلو، اللي هم بيسموها RGB، بيسموها كده RGB، مجموعة الالوان اللي منها اقدر اعمل اي لون تاني انا عايزه. في ال CSS كل اللي انت محتاج تعمله ان هروح اكتب كده color، وبعد كده هكتب علامة هاشتاج وهعمل كده 6 خانات، 1 2 3 4 5 6. كل خانة من الخانات دي تقدر تكتب فيها رقم من أول 0 إلى 9، ومن أول A إلى F، A B C D E F. الطريقة دي في كتابة الأرقام اللي هم بيسموها طريقة الهكساديسيمال. طريقة الهكساديسيمال أو النظام السادس عشر في طرق الترقيم. احنا عارفين الطريقة العادية في الترقيم من 0 ل 9، في عندنا طريقة الأوكتا، في عندنا طريقة الهكساديسيمال. يعني هي حاجات ساينس أوي، حاجات علمية أوي، فمش عايز أدخلكم فيها، ولكن كل اللي عايزك تبقى فاهمه إنك كل خانة من الخانات الستة دول تقدر تكتب فيهم أي رقم من 0 ل 9. هو المفروض اسمه النظام الهكساديسيمال أو نظام السادس عشر، فتقدر تكتب أرقام من أول 0 الى 15. تقول لي 15 ازاي يا باشمهندس؟ انت بتقول هكساديسيمال، بتقول سادس عشر، يبقى ازاي بقف عند 15؟ ما هو خلي بالك انا ببتدي العد من اول 0، فالصفر معايا، فلما تعد من 0 لحد 15 هتلاقيهم 16 رقم. عشان كده سموا النظام ده السادس عشر. النظام ده بيبتدي من اول 0 لغايه 15. طيب انا دلوقتي لو جيت كتبت كده 15، يا ترى لما اجي الجهاز يقرا الرقم ده يقراه 1 5 ولا يقراه 15؟ علشان كده هم قالوا لو انت عايز تكتب رقم 10 هكتب 10 كده، 10 دي معناها ايه؟ لو انت كتبتها 10 الجهاز هيفهمها 1 0، انما لو انت قصدك ونيتك 10 اكتب ايه؟ B 11، C 12، D 13، E 14، F 15. طيب انا خلاص كده عرفت طريقة كتابة الارقام. هنا بقى بكتب ايه؟ كل خانتين بيعبروا عن لون. يعني اول خانتين دول اللون الاحمر، تاني خانتين دول اللون الاخضر، اخر خانتين دول اللي هو اللون الازرق. يعني لو انا كنت عايز اللون الاحمر ممكن اكتب كده هاشتاج واكتب اي درجة، وليكن كتبت 5 ايه مثلا، وبعد كده جيت مثلا في اللون الاخضر كتبت 0، وفي اللون الازرق كتبت 0. دي كده درجة من درجات اللون الاحمر. لو انا كتبت كده هاشتاج 00 وكتبت مثلا سي 8 وكتبت هنا 00، دي كده درجة من درجات اللون الاخضر. خلي بالك علشان انت كتبت 0 في الريد و0 في البلو، وكتبت ارقام في الجرين بس. لو انا كتبت كده هاشتاج وكتبت 0000، كتبت مثلا بي 9، اللي انا كتبته ده كده درجة من درجات اللون الازرق. طب لو انا عملت خلطبيطة كده، رحت رايح قايل له هاشتاج مثلا A1 C3 B2، اي حاجة، ده كده هيطلع عندي درجة لون تاني خالص غير الاحمر وغير الاخضر وغير الازرق. لخبطة كده من الالوان هتدي لك لون جديد خالص. يبقى انت لو انت عايز تتحكم في درجات الالوان تقدر تتحكم بطريقة الهكسا ديسيمال. طب وانا يا باشمهندس بقى هعرف الارقام بتاعت الالوان؟ لا، مش مطالب تعرف ده.
طب ازاي اقدر اجيب درجات اللون؟ هقول لك على طرق سهله جدا. الطريقه الاولى ممكن اروح اقول له كده هاشتاج، واروح رايح قايل له مثلا كده A4 مثلا 00 و00. ده كده احنا قلنا درجه من درجات اللون الاحمر، فلو رحت عملت كده ريفرش هلاقي ده درجه من درجات اللون الاحمر. طبعا خلي بالك انت كل ما بتنزل للصفر، يعني لو انا عملت كده، لو انا قلت له كده 0 0 0 0 0 0 ده بلاك، يبقى انت كل ما الارقام بتنزل كل ما اللون بيغمق. كل ما الارقام بتطلع اف 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 اف، ده اللون الوايت او الابيض. كل ما الارقام تزيد كل ما اللون يفتح، يبقى كل ما اللون يغمق لغايه لما يوصل للاسود، كل ما الارقام تزيد اللون يفتح لغايه لما يوصل للابيض. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس عايز اجيب درجه اللون، اعمل ايه؟ لو انت بتشتغل على اديتور زي الكومودو، لو انت جيت هنا على اللون ودوست زرار كنترول من الكيبورد ودوست كليك شمال بالماوس على الكود اللي قدامك ده، هيفتح لقدامك كده باليتة الالوان، تختار منها اللون اللي انت عايزه. ده اللون الاحمر اختار منه الدرجه اللي انت عايزها، ده اللون الازرق اختار منه الدرجه اللي انت عايزها. بعد ما تختار درجه اللون اضغط اوكي، ده الكود بتاعه، وهو كاتب لك الكود اوتوماتيك، فانت مش هتحفظ كود ولا حاجه. اروح اعمل كده ريفرش هلاقي الكود ظهر قدامي اللون اهو. طب انا مش بشتغل على الكومودو، لو انت بتفتح براوزر زي الجوجل كروم، لو عملت كده كليك يمين واخترت انسبكت هيفتح لك هنا الجزء ده الاليمنت، هنا ال HTML، والجزء ده هيفتح لك هنا ال CSS. هنتعلم ده برضو في المرات اللي جايه. في الجزء بتاع ال CSS زي ما انتم شايفين كده بيقول لك الكلاس اللي اسمه content اللي انت كاتبه في صفحه style.css في سطر رقم 2، انت مختار هنا color ومختار هنا اللون ده. تقدر تضغط هنا على color وتقدر تختار درجه اللون اللي انت عايزها. اختار درجه اللون اللي انت عايزها، وليكن مثلا ادي الاحمر اهو. الميزه في الطريقه دي انك وانت بتختار اللون زي ما انتم شايفين كده على البراوزر اللون عمال بيتغير، فانت شايف اللون لايف قدامك عامل ازاي، انت شايف اللون لايف قدامك عامل ازاي، فتقدر تختار درجه اللون المناسبه. بعد ما تختار درجه اللون المناسبه هضغط انتر من الكيبورد زي ما انتم شايفين كده، حط لي الكود بتاع اللون. هاخد الكود ده كوبي، لان خلي بالك انت لو عملت ريفرش هيرجع لاصله، انت كل ده بتغير في الشاشه اللي قدامك بس، ولكن الكود لسه ما اتغيرش. هرجع على صفحه السي اس اس واروح رايح ماسح اللون اللي قدامي ده كده، واروح حاطط اللون اللي انا خدته كوبي بيست. يبقى انا اروح اعمل كده سيف، اروح اعمل ريفرش هلاقي اللون اتغير زي ما انتم شايفين كده. يبقى الطريقه الاولى انك تقدر تكتب اللون باسمه. الطريقه الثانيه زي ما انتم شايفين كده قلت له ريد جرين بلو. الطريقه الثانيه طريقه الهكساديسيمال، تقدر تعمل خلطبيطه كده من الالوان وتختار اللون اللي انت عايزه. زي ما انتم شايفين اللون ده هو لخبطه من الالوان ادتني درجه كده من اللون الليموني مثلا. اي لخبطه من الالوان دي هتديني درجه لون جديد زي ما انتم شايفين. يبقى طريقه الهكساديسيمال بكتب هاشتاج وبعد كده الست خانات، كل خانتين بيعبروا عن لون ريد، الخانتين اللي بعدهم جرين، الخانتين اللي بعدهم البلو، ريد جرين بلو RGB. يبقى انا كده النهارده اتعلمت الطريقه الاولى لكتابه الالوان وهي ان اكتب اللون باسمه، الطريقه الثانيه ان اكتب اللون بطريقه الهكساديسيمال. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهارده. اتمنى ان السيشن تكون كانت سهله وبسيطه. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم، كنت انا معاكم امير فاروق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.